الصفحة الرسمية بعد اتصال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والأستاذ السيد عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ بأولادنا أوائل الشهادة الإعدادية. احنا دلوقتي داخل إدارة الحمول التعليمية في استضافة الدكتور وائل. ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك يا رب. بننقل لحضراتكم مشاعر أبنائنا الطلاب، نتعرف عليهم ازاي وصلوا إلى التفوق بالشكل ده، وكمان عايزين ايه. ازيك يا خالد؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي بقى، عرفني بنفسك. انا خالد محمد اسماعيل عباس حسن دشول من قريه الزعفران التابعه لمركز الحمول، من مدرسه نصر الام تعليم اساسي بزعفران. تمام. قول لي بقى، السيد المحافظ قال لك ايه وانت قلت له ايه، والسيد النائب قال لك ايه؟ طبعا انا اشكر سياده المحافظ والدكتور عمرو البشبيشي على هذه التهنئه الجميله، واتمنى لهم دايما دوام التوفيق، وهم دايما بامانه عاملين دايما على تطور محافظه كفر الشيخ، واتمنى لهم التوفيق في اللي بيعملوه. ماشي. قول لي بقى، قلت ايه للمحافظ ايه وعايز تطلع ايه، والمداعبه اللي بينك وبين السيد المحافظ؟ طبعا كلمت المحافظ بشكل لبق يعني، وقلت له انا عايز اطلع دكتور جراح، وهو اتمنى لي التوفيق طبعا في المستقبل واطلع زي ما انا عايز. تطلع طبيب جراح. مين مسك الاعلى؟ الدكتور مجدي يعقوب. مجدي يعقوب. قول لي، بتبدا حياتك ازاي؟ يومك ازاي؟ مذاكرتك ازاي؟ ايه طبعاً. موقف بابا وماما؟ انا حياتي روتينيه، يعني نفس الانشطه بعملها كل يوم. بصحى الصبح طبعا، ببدا التمارين الرياضيه، وعشان احافظ يعني على علاقتي البدنيه بجد. والشهاده يعني اللي انا ادرس كده، امي طبعا وابويا كانوا بيحفزوني، وعمي طبعا كان بيحفزني تحفيز كبير جدا للدراسه. فانا كنت بذاكر 5 ساعات يوميا، بالاضافه الى القيام ببعض التمارين الرياضيه للحفاظ على اللياقه، وكنت دايما بتقرب من ربنا وبحافظ على الصلاه بتاعتي في اوقاتها. ما شاء الله. قول لي بقى، ما كانش في ضغوط من بابا ومن ماما؟ ذاكر عشان تطلع الاول. لا، انا لوحدي كنت بذاكر، وامي وابويا عارفين ان انا عملت اللي عليا وربنا وفقني. عايز تطلع ايه؟ نفسي اطلع دكتور جراح. اشمعنى؟ انا بحب اساعد الناس زي الدكتور مجدي يعقوب، فانا خدت قدوتي وانا عايزه اطلع زيه. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه يا رب. لو قلنا روشته منك اللي دخل ثالثه اعدادي عشان يبقى متفوق زي خالد. طبعا انا عايزه اقول له ان هو لازم يحافظ على صلاته، ولازم دايما، واهم حاجه ان هو يحافظ على دراسته، ودايما يبقى يركز في دراسته، ما يبعد عن الحاجات اللي تلهيه في دراسته، عشان يقدر يوصل للمركز اللي انا فيه دلوقتي. ما شاء الله. اتعرف عليكي؟ سلمى هشام علي. قولي لي يا سلمى، ناويه تطلعي ايه؟ ان شاء الله مذيعة. مذيعه. جاي نقطع على بعض النهارده. نقطع بقى. انا جاي اعمل بس عشان تقولي مذيعه تقطع عليا. قولي لي بقى، الفضل يرجع لمين؟ الفضل يرجع لبابايا. لبابا؟ لا، بعد ربنا طبعا. بعد ربنا. بالدعم. بدعمه دايما دايما، يعني واثق فيا بطريقه تخليني ان انا فخوره ان انا احقق النجاح زي ده مثلا. في مكالمة وتهنئة معالي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ معاكي والسيد الأستاذ عمرو البشبيشي نائب المحافظ، كلموك ودعبوكي على أساس إنك أنت تبقى إعلامية. هنوني بطريقه كويسه جدا، ووعدوني ان شاء الله ان انا هبقى مديره الاعلام. مدير الأماكني. أنا هروح النهاردة. ربنا يوفقك يا بنتي، وده شرف لينا طبعا إن تكون بنت الحمول إعلامية متميزة. ربنا معاكي. قولي لي بقى، كنت بتعملي بالذاكر إزاي؟ طبعا اول حاجه ان وقت الراحه هو وقت الراحه، وقت الدراسه هو وقت الدراسه، فما ينفعش ان احنا دايما نخلط الوقتين ببعض. فانت لازم لما تكون وقت الجد جد، وقت الراحه ترتاح زي ما انت عايز. فدايما انا بدات السنه اللي انا بذاكر كويس، بس في نفس الوقت باخد فتره راحه كويسه تخليني مؤهله ان انا اذاكر كويس. تمام. فده اهم حاجه، ان انت ما تحاولش تقتل وقتك باوقات فراغ او كده. انت لازم دايما تبقى تركز على هدفك او تركز على مستقبلك كويس قوي، وتذاكر كويس وتجد كويس. واهم حاجه طبعا علاقتك مع ربنا لازم تكون كويسه، لان ربنا هو الموفق الاول لنا كلنا طبعا. كنت متوقعة؟ اه. نسبة كام في المية؟ بنسبه 90%. انك انت تطلعي الاولى؟ لان مفيش اي سبب يخليني ما اطلعش الاولى. انا اجتهدت كويس وذاكرت كويس وجددت كويس، مفيش اي سبب يخليني ما اطلعش الاولى. ايه العلامة دي؟ واثقة من نفسها ولا غرور ده؟ وانت يا خالد برضه؟
ده طبعا أنا كنت متوقع، لان انا عملت اللي عليا وربنا جزاني على حسب الجهد اللي انا عملته، وانا عملت جهد كبير، فكده ربنا لازم يجازيني. ما شاء الله ما شاء الله. منة الله، ازيك؟ الحمد لله. الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. قبل ما اكلمك بقى قولي لي المحافظ قال لك ايه؟ هو هناني ان تفوقي واتمنى ليا دوام النجاح والتفوق، وسالني ان انا اتمنى اكون ايه، قلت له دكتوره جلديه ان شاء الله، واتمنى ان انا اوصل للي انا عايزاه ان شاء الله، واتمنى لي دوام التفوق والنجاح. ما شاء الله يا منة. إيه روشتة النجاح؟ روشتة النجاح اهم حاجه الصلاه، اهم حاجه ان احنا يبقى عندنا ايمان بربنا كبير، واهم حاجه طاعه الوالدين، بقى ان احنا نذاكر ونجتهد وان احنا ما نضيعش وقت، واهم حاجه ان احنا نركز على هدف، نحط هدف قدامنا ان انا عايزه ابقى حاجه، احنا باصرار وبعزيمه، انا هبقى حاجه فهبقى حاجه باصراري وبعزيمتي ان شاء الله. ما خدناش في اليوم كده علقة ولا حاجة عشان مذاكرة؟ لا خالص. خدنا دافع، خدنا كلام كتير يحفزنا قولي لي بقى. من مدرسين، آه. من اهلي، من مامتي بالذات، مامتي اكتر حد ليه الفضل عليا ان انا ابقى الاولى، ومدرسين بتوعي بالذات ومدرستي، وكل الفضل بجد يعني يرجع لماما بالذات. حبيبة بنتها ولا حبيبة مامتها؟ اه. آدم، ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. دكتور برضو؟ إيه حكاية الدكاترة الأيام دي؟ هتقطعوا الناس. حاسس ان انا هبدا في المجال ده ان شاء الله. لا وأنا يعني لدي الثقة فيك إنك أنت هتكون طبيب ما شاء الله عليك. قول لي بقى السيد المحافظ قال لك إيه بقى؟ بصراحه هو بارك لي ودايما انا اتمنى ليا دوام التفوق، وانا قلت له نفسي ابقى دكتور، قال لي ان شاء الله انا واثق فيك انت توصل اللي انت عايزه. قول لي بقى مين الداعم ليك ووصلت إزاي؟ هو بعد ربنا طبعا الدعم كان في اهلي بالذات مامتي، لانها دايما كانت جنبي، ومدرسين وزمايلي كده، يعني كل الناس كانت في ظهري، كل كده. تقول إيه بقى اللي بعدك؟ والسر في ان انت توصل للتفوق السر في تنظيم الوقت، اولا العباده طبعا، بعد العباده تنظيم الوقت، لان من غير تنظيم الوقت انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. تمام. لازم يكون منظم وقتك، ده وقت راحه وده وقت مذاكره، من غير كده انت مش هتعرف تعمل اي حاجه، كل حاجه تتراكم عليك. تمام. قول لي بقى يعني الدعم في البيت كان إزاي؟ صراحه يعني ما كانش حد سايبني، كان كله كان جنبي، بالذات مامتي ما سابتنيش ابدا، كانت دايما معايا وبتذاكر لي، حتى في المراجعات كان جنبي برضه، كذلك بابايا. الأم دايما هي دايما الداعم، بس ما ننكرش برضو علقة ولا اتنين ولا لا لا مصممين برضو. مش هتضربوا في البيت صدقيني. ممكن يكون كان في تهديد. تهديد. ايوه ايوه تعالي. ايوه كده تعالي لي اعلاميه تعالي لي. يعني هو مش كل حاجه لازم تبقى ايجابيه، لا كان في تهديدات، وكان في برضه انت ما طلعتش الاولى، لا ما هي مش حاجه كده. لا برضو انت كشفت عن الوجه التاني، بس الداعم بطريقه غير مباشره. ايوه طبعا. لكن في ناس تانية براحتك واعملي اللي انت عايزاه وفي الاخر لا ده طبعا حاجه بتؤدي للفشل الذريع على فكره، مش كل حاجه، ما ينفعش اصلا ان احنا في السن ده نتساب لنفسنا اصلا، لان احنا سن